الكفتة الجزائرية من الأطباق التقليدية الجزائرية، جبتها لكم اليوم كيما نديرها وكيما تندار، بدون إضافات ولا حتى حاجة. يا البنات بطريقة تقليدية 100%. وأكيد رافقناها مع واحد الخبز اللي كنت شاركته معاكم في الفيديو اللي فات، خبز بالسميد يجي هايل وتاع تغماس وكل حاجة. وما ننساش أكيد هريسة أمي حبيباتي. تابعوا معايا الفيديو للأخير، راح تستفادوا بربي إن شاء الله الوصفة بتفاصيلها المخلة والمملة. جبت الكيكوطة تاعي الصغيرونة هذه، حطيت فيها طراف تاع اللحم غنمي كما حبيتوا يا البنات. ديروا طراف كيما من اي جهه كما نقولوا. تقدروا حتى ديروها بالدجاج. حطيت معاها ملعقه تاع زبده، حطيت معاها البصله، حطيت معاها شويه بركه تاع ثوم يا البنات. كاين اللي ما يديرهاش، انا نحب نديرها الثوم يعني يزيد بنه على بنه للماكله. درت لي البنات راس الحانوت وديروا فلفل الكحل برك، ما ديروا حتى حاجه وحتى تابل اخر يا البنات، الملح بالطبع. ونديروا شويه تاع زيت وشويه تاع معدنوس يا البنات، هكذا خلط كلش بارد في بارد ورحت بها نقليها. من جهه واحده اخرى جبت الفيونتاشي تاعي اللي كنت رحيته في الدار، كانت عندي هبره رحيتها في الدار. كيما راكم تشوفوا درت نفس التوابل اللي كنت درتها في لاصوص من هكاية تتقلى. ومن هنا راني قاعده ندير في الفيونتاشي. درت فلفل الكحل ودرت شويه بكا من راس الحانوت ودرت شويه تاع ثوم. البنات الثوم ديروه ولا ما ديروهش كيما حبيتوا يا حبيباتي. قلت لكم ودرت الملح بالطبع. وهنا ما زدت له حتى حاجه يا البنات، كاين اللي يزيد له العظام وكاين اللي ما يزيدلوش. شوفوا هنا البنات واللمسه التقليديه اللي احنا نديروها يعني من تربينا عليها من جداتنا لامهاتنا بربي ان شاء الله ديما نقول لكم لولادنا اولاد ولادنا ان نديروا فيها هذاك الدقاق يا البنات تاع الفريك. شتو الفريك تاع اللي نديروه في الشوربه كي نرحيوه يخرج منه هذاك البودر، هذاك الدقاق هذا كل نحكموا به دركا. يعني تقدري ديري الشابلوغ تقدري، مي الوصفه التقليديه الاصليه راهي تجي بالدقاق تاع الفريك. خلطتها كامله، درت شويه تاع زيت يا البنات كذا باش كي نكورها ما تعبنيش وما تقلقنيش. من جهه واحده اخرى انا لاصوص تاعي راهي قاعده تقلى، قليت كل شي مليح مرقت وخليت هذاك اللحم حتى يطيب. ومن بعد يا البنات كي يطيب تزيدوا تعاودوا تحلوا عليها وتحطوا الكريات هذوك تاع اللحم برك. سهله ماهله خفيفه ظريف، ما تتعبي فيها ما حتى حاجه. طبق بريزونطابل يا البنات، يعني دائما احنا نعرفوا بلي اي ضيف يجي عندنا احنا صاحب من الشرق الجزائري كي نبغوا نكبروا به نديروا له الكفته. ودركا يعني كاين اطباق تقليديه عصريه جديده، مي الكفتة تبقى هي سلطان الأطباق التقليدية. هنا رميت هذوك الليبولات تاوعي كامل في لاصوص هذيك، نعاود نقفل عليها ونخليها طيب. وقدمته يا البنات بالصحة والعافية. شوفوا يا حبيباتي شهيتكم في الجنة مع هذاك الخبز اللي كان شاهي يا البنات، ماتوا عليه أفراد العيلة تاعي ودومونداو أني نديرو له مرة أو اثنين أو ثلاثة. حبيباتي إذا وصلتوا هنا متنساوش أبوني وجيم، واستناوني في الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم.